طالما باجي صارف ده كله على الجيش مش هنقول لك حارب، بس على الاقل خد موقف قوي واقطع العلاقات مع اسراء والناتن. الكلام ده كنا كلنا اما نقوله للرئيس السيسي قبل ما نعرف ان هو اما يجهز عشان يعرف يقف قدام اسراء واميره راس براس في المنطقه. كنا اما نقوله عشان ما كناش عارفين ايه اللي في دماغه ولا ايه اللي هو شايفه قدام. نفس الكلام ده كان بيتقال اكتر للرئيس السادات قبل حرب 6 اكتوبر. مظاهرات بقى في الشوارع والجامعات وسخط شعب كبير عليه، وكانوا ما يقولوا له كفاياك شعارات انت ما تتكلم وخلاص، كل شويه تطلع تقول انا هحارب ومش اما تعمل حاجه. وهوبا فجاه التاريخ وقف كله يوم 6 اكتوبر الساعه 2 الظهر. السلاح الجوي طلع بقياده اللواء حسني مبارك باكتر من 220 طياره، ضربوا 30 موقع عسكري، ورجالتنا عبروا قناه السويس وهدوا خط بارليف بشويه خراطيم ميه في اقل من 6 ساعات. وفي اول يومين الجيش سيطر على 20 كيلو متر جوه سينا، والعدو اتشندل وخسر اكتر من 200 دبابه واتصدم، والعالم كله وقف سقف لمصر اللي رجعت ارضها بالسلاح والعقل والتفكير. وقلنا لهم هو ده يا حبيبي الجيش الذي لا يقهر. بس احنا يا جماعه ما انتصرناش عشان عندنا جيش قوي بس، احنا انتصرنا عشان الشعب كله كان ايد واحده. كل فصائل الشعب المصري نزلت المعركه بس بطريقه تانية، اللي باع ذهبه واللي باع ارضه، كل ده عشان نمول الجيش. يعني كل شعب مصر شارك في المعركه، اللي بدمه واللي بكل ما يملك. وهو ده نفسه اللي بيحصل دلوقتي، الشعب كله واقف ورا جيشه وقيادته وبلده. وزي ما وقفنا سنه 73 ورا الرئيس البطل انور السادات، النهارده كلنا واقفين ورا الرئيس السيسي، عشان كده مصر عمرها ما هترجع. يلا على النتن واميره وجماعه المأمأ وشيروا لهم وابعتوا لهم تحيا مصر.